حرامي اتعود يومات يسرق محل كده بطريقة ظريفة كده. تعال نشوف الفيديو. الواد اللي احنا شايفينه ده حرامي. ده مدخل عمارة ودي باترينا بتاعت يعني محل ايس كريم ومقلة. دخل العمارة وطلع تاني زي ما انتم شايفين اهو. كان في موبايل في الباترينا، قام واخده وماشي. بس يعني هو اتعود ان كل يوم يروح يسرق من المكان ده. موبايل بقى، سايب محفظتك، سايب فلوسك، سايب حاجتك، سايب كل حاجة. فيعني ربنا عافينا. بس احنا يا جماعة السرقة دي يعني انت ممكن تكون في ثغرة كده انت مش واخد بالك منها، الحرامي يستغلها ويسرقك كل يوم وانت مش واخد بالك. يعني حتى صاحب المحل ده ممكن يراجع فيديوهات كاميرات 100 مرة وما يعرفش يوصل للحرامي ده. ليه بقى؟ لان انت ما جالكش زباين، انت التليفون اتاخد من الباترينا وانت مش حاسس بأي حاجة، ولا انت هنا اصلا. فده واحد داخل عمارة، انت مش هتقول له انت داخل فين ولا داخل ازاي ولا انت مين ولا، وعادي جدا يعني. ده في منطقة حيوية ومكان يعني استراتيجي كده شوية. قام داخل واخد الموبايل وماشي. دي كانت اتفه سرقة ممكن نشوفها كده يعني. فيا ريت يا جماعة كلنا نخلي بالنا من السرقات اللي احنا بنشوفها دي، ربنا عافينا. شارك الفيديو عشان الناس كلها تاخد بالها. ولا سيما ان كاميرات المراقبة لها دور كبير جدا في الكشف عن الحرامية واظهار الحقائق عشان الناس تشوف هم بيتسرقوا ازاي. وتوضح لنا برضو واحنا بنعرض لحضراتكم الفيديوهات ان الحرامي بيستغل ذكائه في انه يسرقك. بيعمل كل اللي هو عايزه عشان يسرقك. هو هيأ نفسه وكل تفكيره كل حاجة بالنسبة له عشان خاطر يسرق. خلوا بالكم يا جماعة، ربنا عافينا كلنا. استنوني في فيديو جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.